السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل قرص الأفران المحشية بالعجوة، حاجة كده قمر بجد تحفة جدا. عايزة أقولك إن من كيلو دقيق وكوباية سمنة هتعملي أكتر من 2 كيلو قرص، أحلى وأطعم من اللي بنجيبها من الأفران بكتير. هتنفعك بقى في الفطار وكمان في العشاء، وتبقى حلوة قوي كمان لما تحطي منها كده لولادك الصبح في اللانش بوكس. بجد جميلة جدا ومش هتاخد منك وقت أبدا. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس بفكرك اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا هعمل كيلو وربع من الدقيق. كيلو وربع يعني 10 كوبايات ممسوحين بالكوب المعياري. هنضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر 5 جرام. عندي كمان معلقة صغيرة من الملح، معايا معلقة كبيرة من السمسم. تقدري تضيفي معلقتين أو 3 من السمسم على حسب ما تحبي. هبدأ بقى أقلب كده كل المكونات الجافة مع بعضها وهنزلها في حلة العجان. عندي بقى هنا كوباية من السمنة السايحة أنا مسخناها بس. هضيف عليها كمان نص كوباية من الزيت. تمام كده. كوباية من السمنة السايحة وعليها نص كوباية من الزيت. الكوب اللي أنا مستخدماه نفس عيار الكوب المعياري، بس علشان السمنة كانت سايحة فأنا اضطريت إن أنا أحطها في المج. تمام كده. هبدأ بقى أبس كويس قوي الدقيق مع المادة الدهنية كده لمدة 5 دقايق. بس الدقيق بينعم لي القرص وبيخلي طعمها حلو قوي. هنا بقى هبدأ أنزل بكوباية من الحليب الدافي ونص كوباية من المية، وعليهم 3 معالق كبار من السكر، وعندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هبدأ أقلب بقى الخميرة مع المية والحليب كويس وهركنها على جنب 5 دقايق. الخطوة دي بتنشط لي الخميرة وكمان بتخلينا نتأكد من فعالية الخميرة. هنروح بقى على العجان وهنشوف الدقيق بتاعنا اتبس كويس قوي. بصوا بقى الجمال كده، بقى بتحسي ان الدقيق بقى عامل بالظبط شبه الرملة المبلولة، كأنك بتبسي كحك بالظبط. هبدأ بقى أنزل بالخميرة بالتدريج بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا العجينة لسه هتحتاج سوائل، وهنا بقى بيعتمد على نوع الدقيق. أنواع الدقيق بتختلف. هبدأ بقى أكمل عجن بالمية. أنا هنا استخدمت في الأول كوباية حليب نص كوباية مية، يعني كده كوباية ونص. بقيت المية كان كوباية كاملة. تمام، يبقى مقدار السوائل كله كان كوبايتين ونص، ممكن يكون أقل وممكن أكتر على حسب نوع الدقيق. هنا بقى العجينة بتاعتي كانت خلصت. طبعا أنا مش بعجن فيها كتير، بس يا دوب العجينة كده تلم على بعضها، علشان العجينة لو اتعجنت كتير هتاخد منك عرق ومش هتبقى حلوة خالص، يعني مش هتبقى ناعمة. أنا عايزة القرص تكون ناعمة. هبدأ بس ألمها بقى على بعضها بالشكل ده، وهحطها على الرخامة جنبي وهغطيها بكيس. أنا هبدأ أشكلها على طول، مش هخمرها ولا حاجة. بصوا بقى العجينة حلوة قوي وبتقطم، ما أخدتش عرق أبدا. جميلة جدا. بلمها بقى بالشكل ده وهغطيها بكيس بلاستيك وهنبدأ نشكلها على طول. عندي بقى نص كيلو من العجوة أو التمر، نزلته في طاسة ونزلت عليه بمعلقة كبيرة من السمن البلدي ومن معلقتين ل3 معالق كبار من المية لمدة كده دقيقتين 3، وبعد كده نعمتهم بظهر معلقة أو بالشوكة لحد ما بقوا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وأحلى حاجة بقى تعليلك التست كده بتاع العجوة، وبجد بتدي طعم وريحة غير عادية، هي القرفة. أنا هنا ضفت معلقة صغيرة من القرفة مع العجوة، بتدي فعلا طعم حلو جدا. تعالوا بقى لما نبدأ ناخد كده قطعة بقطعة من العجينة. طبعا أنا هنا ما بطلعش الخمر بقى من العجين ولا حاجة خالص، أنا بالراحة كده بالسكرابر وببدأ أقطع كده قطعة قطعة وهنبدأ نشكلها. هبدأ بقى أقطعها كده لقطع متساوية، وكل قطعة هبدأ ألمها كده على شكل كورة، طبعا على حسب الحجم اللي انت عايزاه. لو حسيت ان قطعة العجين كبيرة في ايدك هتضطري ان انت تنقصي منها حتة. تمام. هبدأ بقى أعمل شوية بشوية كده، كل ما يخلصوا أبدأ أعمل غيرهم، وهنبدأ بقى نحشيهم. طبعا العجوة بتكون باردة، متكونش سخنة أبدا علشان ما تسيحلكيش العجين. ببدأ أخد قطعة بقى وهبدأ أفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه.
ودايما لما تفردي خليكي على الحروف، ما ترققيش المنطقة اللي في النص علشان تستحمل فرد العجوة عليها. وبظهر معلقة بقى وهبدأ أوزع كده العجوة بتاعتي علشان خاطر أتأكد إن هي اتوزعت في كل قطعة العجين. هنا بقى العجوة ما بتبقاش يعني متجمعة في مكان واحد، بتكون مفرودة في القرصة كلها. بس كده، وبقفل بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبساوي القرص بتاعتي بالشكل القمر ده. وعلى الصاج بقى عندي صاج مسحاه بس بنقطة واحدة من الزيت، نقطة واحدة بس من الزيت، وهبدأ أرص القرص جنب بعضها. طبعا ما بتسيبيش مسافة ولا حاجة، لأن القرص يعني ما بتفرش، يعني بتتن محتفظة كده بالحجم بتاعها. تمام. هنبدأ برضو نعمل واحدة كمان، برضو بوزع العجوة في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهنبدأ نلم عليه العجين. أهم حاجة إن انت تقفلي كويس جدا علشان القرص ما تفتحش في التسوية والعجوة تتحروق منك في الفرن. هكمل بقى كل الكمية اللي قدامي بنفس الطريقة. عايزة أقولك إن هي مش بتاخد وقت خالص، يعني في 5 دقايق هتكون مخلصة. العجينة دي حلوة جدا، تقدري تعملي منها حاجات كتيرة، يعني تقدري تعملي منها كعب الغزال، تعملي منها القراقيش السادة، تعملي منها كمان القرص المحشية بالسكر والقرفة، بجد بتكون تحفة جدا. بس كده، أخلص بقى كده كل الكمية اللي موجودة قدامي، وهبدأ أقطع برضو قطعة عجين بنفس الطريقة اللي عملنا بيها قبل كده. ولو تلاحظوا هنا إن العجينة بدأت تتخمر، العجينة بتخمر وهي في مكانها، فنراعي إن إحنا لما ناخد منها قطعة ناخد قطعة بالراحة. هنا بقى طبعا في فراغات موجودة في الصاج، فهبدأ آخد واحدة كده وأقسمها نصين، وهكمل بيها بقية الصاج. وتعالوا بقى بالسكرابر كده أو بظهر السكينة، وهبدأ أعمل شقوق كده بالطول وبالعرض. أنا مش عايزة القرص تنفخ في الفرن. تمام. بس كده، أو ممكن كمان نعمل شق كده، يعني 3 شقوق بس جنب بعض، بحيث إن القرص يبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت ما تنفخش في الفرن. بس كده أنا عملت زي مربعات بالشكل اللي انتوا شايفينه، جميل جدا. وفي الصاج التاني عملت كام شق كده في النص. بس كده خلصت طبعا تشكيل كل العجينة اللي كانت قدامي، وهبدأ بقى أخبز على طول. طبعا هما مش بياخدوا وقت خالص في التخمير، لأن فيهم خميرة وكمان فيهم بيكنج باودر، زي ما بقول لكم زي ما بنعمل الكحك بالظبط. بمجرد ما بخلص ببدأ أخبز. طبعا لما بتيجي بتخبزي بتاخدي أول صاج عملتيه. هنا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 160، يعني أقل من المتوسطة بشوية. بدخل الصاج على أول رف اللي هو فوق أرضية الفرن، يعني على أول شبكة. أول لما بحس إنه بدأ يلون كده من تحت ببدأ أطلعه على الرف اللي في النص، اللي هو بيكون مقارب للشواية. يعني ما نحطش الصاج على أرضية الفرن، لأ، على أول رف من الفرن. ولما بيبدأ يلون من تحت ببدأ أرفعه على الرف التاني اللي هو بيكون قريب من الشواية. وهنا أنا مش بشغل شواية أبدا، يعني لو الفرن بتاعك بيوزع الحرارة كويس ما تشغليش الشواية. هي هيبدأ ياخد لون كده، ويكون اللون بتاعهم موحد زي ما انت شايفة وقمر بالشكل ده، علشان أنا كنت كل 5 دقايق بغير الصاج. بس كده. طبعا لو الفرن بتاعك مش بيوزع الحرارة كويس، يبقى بعد ما تتأكدي ان القرص استويت واخدت لون حلو من تحت، هتبدأي تولعي الشواية دقيقتين 3 كده لحد ما يتحمروا وياخدوا اللون الحلو. ودايما كل دقيقة تبدأي تغيري الصاج علشان القرص بتاعتك يكون لونها موحد. بس كده، ووصلنا لنهاية الفيديو. دي كانت القرص بتاعتنا، عايزة اقول لكم طعمها تحفة جدا. قرص ناعمة وطعمها حلو قوي، وغير بقى ريحتها اللي قلبة الدنيا بسبب معلقة القرفة الصغيرة اللي احنا ضفناها مع العجوة. جربوها بقى بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. كل المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف، وابقوا شوفوها. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.